بالقدر ممكن يعني الزول يعمل الكلام ده ولا ما ممكن؟ ممكن ولا ما ممكن؟ حاجة صعبة يعني. يعني يوم الجمعة الزول من الجامع بيفتحوا كم؟ بعد الصبح بيفتحوا يوم الجمعة. قول الخطبة الساعة كم طيب؟ 2. الزول ده يوم الجمعة جاء الساعة 12 غسل دخل واستحمى كويس بالليفة والصابون اندعك وتاني عمل غسل جنابة وتوضى وجا من بيته للجامع وقعد في الصف الأول وقرأ قرآن يلقى أصلا حسنات. قرأ قرآن وذكر والإمام طلع ما تلفت ما هزر مع ذول ما ضحك ما هبش بس مع الإمام. الشدة في الساعتين دين الأجر اللي يكون ناله الخطوات الجبيهة من البيت. أي خطوة سنة بتقوم ليلة يوميا وصايم فيها كل يوم. يا ناس الشدة عليك الله ما عظيم. الشيء عظيم والجهد شنو بسيط. حاجة بسيطة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. يا سلام. نختم موضوع الصلاة ده ونخش في النقطة الثالثة الباب الثالث. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الجامع الصغير من قام الليل. أنا بديك حاجة في قيام الليل صعب فعلا لكن في أجر كثير في حاجة فيه. من قام الليل ب10 آيات. بكم؟ 10 آيات لم يكن من الغافلين. ومن قام الليل ب100 آية كتب من القانتين. 100 بس يخليك شنو؟ قانتين. ومن قام الليل ب1000 آية كتب من المقنطرين. المقنطرين الذين حسناتهم بالقناطير. تعرفوا القنطار؟ القنطار تعرفوا ولا بتعرفوا؟ القنطار ده بيوزنوا شنو؟ البالات بتاعت شنو؟ القطن. يدوك الحسنات مش حسنة يجدعوا لك بالقناطير. يعني ما بقولوا حسنة حسنتين 3 قنطار كده حسنات. الحافظ بن حجر قال شنو؟ طبعا 1000 آية دي انت بيشوفها شنو؟ كثيرة. قال الحافظ ابن حجر ولقد أحصيناها من قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى قل أعوذ برب الناس 1000 آية. يعني لو قريت جزئين في الليل جزء تبارك وجزء شنو عما انت من المقنطرين. يا اخوانا رايكم شنو؟ تقنطروا ولا رايكم شنو؟ شوف الحسنات دي كيف. يعني أجر عظيم وثواب جزيل إن شاء الله. نمرة 3 شوفوا انكم دايرين أبواب الخير. من أعظم أبواب الخير النفع المتعدي. شنو؟ النفع شنو؟ المتعدي. النفع المتعدي يعني شنو؟ كتعليم الجاهل وإرشاد الضال وخدمة الناس والصدقة وقضاء الحوائج والمساعدة في كشف الكربات وإعانة المسلمين والناس. أي حاجة نفع شنو؟ متعدي أجر كثير. قال عليه الصلاة والسلام اسمع الحديث ده. الحديث هذا رواه ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير. قال عليه الصلاة والسلام اسمع الكلام ده كويس. انت مش داير حسنات كثيرة؟ لئن أمشي مع أخ لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني قال كونه أمشي لي مع مسلم عنده مشكلة أقيف معه وأقضيها له وكمان تحتسب الأجر بنية. نية تكون لمن؟ لله. ما تقول عشان ما يلومني وده من أهلي وبعدين بيمشي يشيل حالي في الحلة
ما تقول كلام زي ده. تعمل لله تقضى له حاجته، تكتب كمن سافر من البلد دي اسمها شنو، من أبو دوم إلى المدينة النبوية وقعد في المسجد النبوي شهر غير صلاة وقرآن ما عنده حاجة. دي ذاتها مكلفة صح؟ التذاكر بكم؟ التذاكر بكم؟ والتأشيرة بكم؟ وتمشي تقنب في المدينة ويتجنب في المسجد، ومش تجنب تصلي في المسجد، ما قاعد يصلي، خير من أن أعتكف في مسجدي هذا